أهلا بيكو، ده بودكاست نقطة نور ومعاكم نرمين كامل. النهاردة حابة أشارك معاكم تجربة كنت أول مرة بجربها، مع إنها حاجة خاصة بس حابة أشاركها معاكم ويمكن يكون فيها فايدة لأي حد بيسمع. أنا قررت أجرب الثيرابي لأول مرة في حياتي. قررت إني أعمل سيشن أونلاين، وأنا كان عندي شوية تخوفات من الثيرابي لأن في ناس كتير أعرفهم اشتكوا من طريقة التعامل أو حاجات حصلت خلتهم مش مرتاحين. فلقيت حل مناسب بالنسبة لي هو الأونلاين ثيرابي، وفي بلاتفورم مشهورة بتقدم خدمة الأونلاين ثيرابي دي، والخطوات بتاعتها واضحة وسهلة. بتدخل موقع، بتجاوب على أسئلة كتير، الأسئلة دي بتخلي عملية إن هم يلاقوا دكتور يناسبك أسهل، ولو بعد كده حسيت إنك مش مرتاح تقدر تغير الدكتور. ودي في حد ذاتها حاجة عظيمة جدا، لأني كنت دايما خايفة من فكرة إني أبقى مع دكتور معجبنيش وفي الآخر مقدرش أغيره. أنا مش هقول على اسم الموقع علشان ما يبقاش إعلان، أنا بس هشارك معاكم جزء من التجربة. بس حابة أوضح حاجة في الأول. الناس بتفتكر إن الدكتور النفسي هيعرض عليك حلول، هتقوله مشكلتك وهيقولك الحل، وده مش اللي بيحصل. الدكتور النفسي شغلته إنه يسألك الأسئلة الصح اللي تخليك تقدر تلاقي الإجابة بنفسك. هو عارف الإجابة لكن ما ينفعش يقولك اعمل كذا أو كذا، هو بيوجهك للطريق علشان تلاقيه بنفسك، وساعتها مش هيبقى عندك مشكلة. فأنا هعرض عليكم جزء من الأسئلة اللي كانت في السيشن، واللي كانت نتيجتها أني عرفت حاجة عن نفسي أنا ما كنتش أعرفها. والأسئلة دي ممكن أي حد بيسمع يقعد مع نفسه ويفكر فيها ويعرف أكتر عن نفسه وهو مين. طبعا في أسئلة خاصة مش هقدر أشاركها، وكان في أسئلة تانية ينفع أشاركها معاكم. كان في سؤال حلو قوي وخلاني أفكر، وهو إزاي توصفي علاقتك بنفسك؟ قعدت أفكر شوية. الحقيقة أنا علاقتي بنفسي مرت بمراحل كتير قوي. أعتقد زمان أنا كنت أكتر حد بيأذيني، كان دايما جوايا نقد سلبي لنفسي وجلد ذات فظيع على أقل حاجة، على كلمة قلتها، على حاجة عملتها، وكنت بفضل بالأيام أعيدها في دماغي وأنب نفسي، ودايما كنت بحس إني قليلة مهما عملت، وعلشان كده كنت بقع مع الناس الغلط. ما كنتش بعرف أقول لأ، علشان كده كنت بخاف الناس تزعل مني، فكنت دايما بحاول أرضي الناس على حساب نفسي، وحتى لو كانت حاجة مش في مصلحتي. ضيعت فرص كتير من ايدي جاتلي في شغلي علشان من جوايا كنت حاسة اني مستحقهاش، فكنت بتصرف تصرفات غريبة تخلي اللي قدامي يشك اصلا هو ليه كان عايز يشتغل معايا. وقتي كنت بحس انه ما يسواش حاجة، علشان كده كان ممكن اضيعه على اي حاجة وعلى اي حد. ممكن اقضي ايام بعمل حاجة لحد والشخص ده في الاخر حتى مش هيقولي شكرا، علشان من جوايا حاسة ان هو اهم مني، وان وقتي كده كده ملوش قيمة، فانا بحطه في حاجة تانية تنفع. بس في الآخر ما كانتش بتنفعني ولا حتى بلاقي تقدير أو حب علشان عملتها. أعتقد أني كنت عدوة نفسي، كنت بكرهها وبقلل منها دايما، لحد ما بدأت أتغير. كان في فترة بقرأ كتب كتير ليها علاقة بتطوير الذات، كل ما كنت بصادف حاجة جديدة كنت بحس إنها بتتكلم عني. شوية بشوية بدأت أفهم، وأخدت وقت طويل لحد ما قدرت أتغير واحدة واحدة. وكان جزء كبير في الموضوع هو إني أعيد اكتشاف نفسي وأختار أنا عايزة أبقى مين. لما حسيت إن عندي الاختيار عرفت أحدد أنا مين وعايزة إيه. الفكرة إن الاختيار كان دايما عندي، بس أنا ما كنتش عايزة أشوفه. كنت فاكرة إن كل حاجة اتقالت لي عن نفسي صح وصدقتها. هويتي اللي كان راسمها كلام الناس اللي حواليا وتجارب الماضي. وأخدت وقت طويل لحد ما قدرت أغير هويتي دي، لحد ما لقيت نفسي بجد، لحد ما الصوت اللي جوايا بدل ما بقى يلومني بقى يقولي معلش. بدل ما أقضي كل يوم في جلد الذات أقول لنفسي عادي بتحصل، المهم هنعمل إيه بكرة. ودلوقتي كل مرة بقول على حاجة أنا مش عايزاها لأ، واللي قدامي بيضغط عليا وأنا بفضل على موقفي، بحس إن أنا فخورة بنفسي قوي. ببقى عايزة أصرخ وأقول للناس أهي اللي كانت بتوافق على أي حاجة أهي كبرت وبقت بتعرف تقول لأ. كل ما أحس إني هلوم نفسي على حاجة أو أقلل من نفسي بحط قدامي الحاجات اللي عملتها. بقيت فخورة بكل خطوة عملتها حتى لو مش كبيرة. أعتقد إن أكبر إنجاز ممكن أكون حققته لحد دلوقتي هو إني اتصالحت مع نفسي، إني قدرت أتعلم إني أحبها. وكان في سؤال تاني عن الكور فاليوز أو القيم، فأنا طبعا حبيت أجاوب الأجوبة النموذجية للطالب الشاطر، وقلت له الحق
والخير والعدل وكل الكلام ده. فقال لي أنا مش بسألك عن القوانين اللي بتحكم تصرفاتنا، أنا بسألك عن قيمك أنتي. أنا كنت فاكرة إن هي دي قيمي وعمري ما فكرت في أبعد من كده. فقلت له أنا مش عارفة إيه هي الكور فاليوز بتاعتي، إزاي أعرفها؟ وهنا كانت رحلة البحث. سألني أنتي إيه أكتر حاجة بتحبي تعمليها ولا يمكن تستغني عنها؟ بالنسبة لي الرياضة، إني أروح أتمرن كل يوم، وتحديدا بحب اليوجا. من غير تمرين بحس إن أنا مش أنا فعلا ما أقدرش أعيش من غير ما أتحرك، ولو مش قادرة أتمرن على الأقل بنزل أتمشى. فهنا سألني هو أنتي طول عمرك بتلعبي رياضة من وأنتي صغيرة؟ أصل اللي يسمعني بقول كده يقول إن أنا بقى بطلة أولمبية متربية في الملاعب، بس الحقيقة أنا معرفتش الرياضة غير على كبر. عمري ما كنت بلعب أي رياضة، ولا أهلي كانوا مشتركين في نادي وبتمرن أي حاجة. أنا معرفتش الرياضة غير بعد ما اتخرجت من الكلية، لما جربت لأول مرة أروح مع أصحابي الجيم وعجبني ووظبت حبة حلوين عليه. وبعدها للأسف وقفت فترة طويلة لأن الجيم كان بعيد جدا عن بيتي. وبعد ما سافرت بدأت أتمرن وتعودت على التمرين وحبيته وبقى جزء من حياتي، لحد ما عملت أول عملية في 2018. وبعدها ما كانش ينفع أتمرن لمدة 6 شهور، والست شهور للأسف سحبوا سنين، وبطلت أتمرن لحد ما جت الكورونا والحظر. جالي وقتها اكتئاب شديد، وكانت الحاجة الوحيدة اللي بتفك عني هو إني أنزل أتمشى. ده الوقت الوحيد اللي كنت بحس فيه إني قادرة أتنفس. وبعدين من سنتين في نوفمبر 2022 حضرت كلاس يوجا، أنا فاكراه كويس، كان في إيفنت كان ببلاش، فقلت أروح أجرب مش هخسر حاجة. حسيت بعدها بسعادة مش طبيعية، حسيت إني لقيت جزء مني كنت ناسياه. وبعدها على طول عملت أول اشتراك في الجيم جنبي والتزمت بيه، بس من ساعتها التزامي بيه ما كانش مجرد تمرين. أنا يمكن طول عمري كنت بحس إني مش قادرة أحب نفسي، دايما كنت بستنى الحب من الناس اللي حواليا، لكن من جوايا حاسة إني مش بحب نفسي بجد. وده يمكن خلاني أبقى في دايرة مع ناس مش شبهي، خلاني أعمل حاجات أنا مش راضية عنها لمجرد إني ألاقي الحب اللي أنا حاسة إن أنا محرومة منه. الجيم بالنسبة لي شفته على إنه الطريقة اللي أثبت بيها لنفسي إني بحبها بشكل ملموس. كل مرة كنت بلبس وانزل أروح أتمرن كان بالنسبة لي كأني بقول لنفسي أنا بحبك وبهتم بيكي وبعملك حاجات تفيدك علشان أنتي تستحقيها. ولما بحس دلوقتي بأي شك في إني بحب نفسي بعمل حاجة هبلة كده بس فعلا بتفرق معايا. بفتح الابليكيشن بتاع الجيم واشوف عدد الكلاسات اللي حضرتها، واقول لنفسي دي عدد المرات اللي انا حبيت فيها نفسي بجد. ولانهم دلوقتي بقوا كتير، يمكن اكتر من 250 كلاس او حاجة، فبحس فعلا من جوايا اني عندي اثبات اني بحب نفسي. فسألني ليه اليوجا تحديدا؟ فقلت له اليوجا علمتني حاجات كتير قوي عن نفسي، مش مجرد تمرين. أنا قبل اليوجا ما كنتش أعرف أنا بحب إيه وما بحبش إيه، ماشية كده في الدنيا. لو فعلا حد سألني أنتي بتحب إيه كنت هقوله على الحاجات اللي بتبسطني، بحب أكل فين، واللي كان دمار على فكرة، أكل كله مش صحي. والحاجات دي اللي أنا كنت فاكرة أن أنا بحبها هي كانت حاجات بتجيب لي سعادة لحظية. لكن أنا بعمل إيه دايما علشان بحبه؟ ما كانش فيه حاجة معينة. يا إما كنت بعمل حاجة علشان مفروض أعملها، أو علشان اللي حواليا بيعملوها فكنت فاكرة أني لازم أعملها وهتسعدني. لكن قبل كده ما قعدتش مع نفسي أفكر وأعرف أنا بحب إيه وليه. لحد ما اتعرفت على اليوجا، ولحد النهاردة لسه فاكرة أول كلاس وأنا مش عارفة أي حاجة ولا أسامي الحركات، ومع ذلك حسيت إنها حاجة أنا كنت محتاجاها. اليوجا علمتني إزاي أبقى حاضرة بعقلي وجسمي وأنا بعمل أي حركة. عقلي ده اللي ما كنتش بعرف أسيطر عليه وبفكر في 100,000 حاجة، اتعلمت أوقف كل ده وأنا في اليوجا، لأن في حركات كتير فيها اتزان، ومجرد فكرة خلت دماغك تتشتت هتقع. علشان تحافظ على اتزانك لازم تركز بس في اللي انت بتعمله، وكأن مفيش أي حاجة تانية في الدنيا. اليوجا علمتني الصبر، إني أصبر على نفسي وما استعجلش على النتائج. النهاردة مش عارفة أعمل حركة معينة وصعبة عليا، مرة على مرة بلاقي نفسي بقيت أعرف أعملها. اتعلمت إني ما قارنش نفسي بحد، ودي كانت أصعب حاجة بالنسبة لي. أنا اتربيت على المنافسة والمقارنات. أهلي كانوا بيقارنوني بكل اللي حواليا ويلوموني لو حد كان أحسن مني. طلعت بعدها دايما حاسة إن أنا في سباق،
لازم أجري والحق وابقى أحسن، وده تعبني نفسيا. هسابق مين ولا مين وليه أصلا؟ الاستوديو بتاع اليوجا اللي بروحه مفيهوش مرايات. مرة سألت مديرة المكان ليه مفيش مرايات، قالت لي علشان الناس ما تفضلش مركزة على شكلها وعلى اللي حواليها، وكل واحد يركز بس في الحركة اللي بيعملها، ولو حد عمل حركة غلط شغلة الانستراكتور ان هو يجي ويصلح له. اتعلمت هناك ما بصش على اللي حواليا، ايا كان اللي جنبي احسن ولا لا، كل واحد هنا جاي علشان يشتغل على نفسه. ودي حاجة تانية خلتني احب اليوجا، اني كل مرة بحس اني في وسط ناس شبهي، كل واحد جاي علشان يحسن من نفسه، محدش بيشد حد لتحت علشان يبقى أحسن منه، مفيش مزايدات ولا منافسة. بس أهم حاجة بقى اليوجا علمتهالي إني مخافش أبقى مع نفسي ومع أفكاري. آخر 5 أو 10 دقايق بتنام على الأرض ثابت في صمت. شوية دول في الأول بيكونوا صعبين جدا، دماغي مش عايزة تقف، أفكار أشكال والوان عمالة تيجي في مخي، لكن مع الوقت اتعلمت أسيطر على عقلي. وال5 أو 10 دقايق دول بقوا بالنسبة لي أحلى حاجة في التمرين، لأني بحس فيهم بسلام نفسي. وهنا سألني لو في يوم كان قدامك اختيار ممكن يخليكي ما تمارسيش اليوجا، هتختاري ازاي؟ قلت له دايما هختار اليوجا، أو إني أعدل جدولي وبرضه ألاقي طريقة إن أنا أمارس اليوجا. فقال لي ادي حاجة مهمة من الكور فاليوز بتاعتك، اليوجا والتمرين هما بالنسبة لك طريقة إنك تحبي نفسك وتفهمي نفسك، فواحدة من أهم الكور فاليوز بالنسبة لك هي السلف كير والسلف لاف. بالنسبة لك عدم وجود الحاجات دي في حياتك بيقلقك وبيخليكي تحسي إنك مش انتي، لأنهم إثبات مادي إنك بتحبي نفسك وبتهتمي بيها. وهنا كانت أول حاجة أعرفها عن نفسي. أنا ما كنتش أعرف إن السلف كير والسلف لاف بقوا جزء من المبادئ بتاعتي في الحياة. أنا بقرأ كتير في مجال تطوير الذات، لكن ما كنتش أعرف إنه بقى حاجة بتحرك اختياراتي بالشكل ده. أنا كنت فاكرة إني بحب الجيم واليوجا علشان أنا شخص رياضي ووحش وكده، واللحظة اللي كانت بتطلع حاجة تمنعني عن التمرين حياتي كانت بتتقلب وكنت بكتئب. كنت فاكرة إني بكتئب لأن التمرين بيديك اندورفينز، والاندورفينز بتخليك سعيد، لكن طلع إن في حاجة أعمق مخلياني أتمسك بالتمرين بالشكل ده. كان في أسئلة تانية بس للأسف مش هقدر أشاركها معاكم علشان الخصوصية، بس كتجربة أنا في الأول كنت حاسة برهبة منها، لكن طلعت أفضل بكتير مما توقعت. حبيت أشاركها معاكم علشان أشجع لو أي حد محتاج ياخد الخطوة وخايف، وكمان علشان تبقى حاجة عادية ومقبولة من غير أي خوف أو تنمر. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. ده بودكاست نقطة نور، ومعاكم نرمين كامل.